مقايضة المنتجات الفلاحية بين الجزائر ودول الساحل الإفريقي هي مورد اقتصادي هام. هذا من بين ما خرج به الملتقى الوطني حول المقايضة بثمن غسط السنة الماضية والمنظم من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة. الفرق بالنسبة لنا كان تقريبا كل الأمور كانت مغلوقة قبل أن تنظم الغرفة الوطنية الملتقى الإنزال الوزاري نقول احنا، لأنه كان ملتقى كبير يعتبر مؤتمر وطني. كي نجي نشوف وهذه التصفيات نتائجها اليوم رانا نعيشوها في نقولوا أقل من سنة. أولا الأوقات اللي كانت مفتوحة في المعبر كانت مفتوحة إلا مرة للخروج في الشهر ومرة للدخول، واليوم أصبحت أكثر من مرة. اليوم أصبحت ما شاء الله ما بقاش إشكال ربما بالنسبة للعبور على مستوى المعبر الحدودي. فرق بين الملتقى العام اللي فات والوقت هذا ما شاء الله كاين تحسنات، كاين على مستوى الحيوان ما شاء الله راه يدخل. ما كنا نخرجوا حتى السلعة كنا نخرجوا لا نوع واحد التمر مرة في الشهر ولا درك ما شاء الله حسب ما احنا باغيين قادرين نخرجوا التمر ونخرجوا الصابون نخرجوا حوايج زايدة الحالة شوي. تجارة المقايضة أصبحت من اهتمام الدولة، حيث تم تعديل في القرار الوزاري والذي شمل توسعة القائمات التي تدخل في إطار تصدير في المقايضة إلى تقريبا 24 منتوج، والاستيراد كذلك عندنا 24 منتوج يدخل في إطار الاستيراد. في تجارة المقايضة هنا على مستوى المعبر الحدودي عندنا المصالح، عندنا مصالح تجارة، عندنا مصالح الفلاحة، عندنا مصالح الأمن الوطني، عندنا مصالح الجمارك، كلهم في إطار عمل منسق ويقدمون كل التسهيلات إلى هؤلاء المتعاملين سواء في إطار التصدير سواء في إطار الاستيراد، وذلك من خلال المراقبة العينية للوثائق التي تتم على المعبر الحدودي. بعد ما تطلع يخرجوا الشاحنات من بوسط عين قزام، يعني حوالي يومين أو 3 أيام يوصلوا للمنطقة هذه اللي فيها أكبر تقريبا سوق، منطقة طاوة اللي فيها تقريبا أكبر سوق اللي دوموندي بزاف التمور هذا. احنا نقدموا التمور هذو للتجار، في المقابل يعطونا هما حيوان. في بعض المرات يكون السوق هناك ما فيش الكمية يعني المطلوبة، فنجيبوا احنا الكمية اللي موجودة، وبعدها شهر أو شهرين، يعني احنا عندنا مدة 6 شهور باش ندخلوا القيمة اللي خرجناها. كاين اللي يبعث وكيل يشري له ويجيب له الحيوان، وكاين اللي عنده أصلا ناس اللي هي تشري وتبعث له يشري من عندها، وكاين اللي يشري على حسب الأسواق. هما في المنطقة كاين أسواق يومية يتنقل فيها الإنسان، يشري من هذا ويشري من هذا حسب السوق والفوائد اللي يلقاه، ويشرجوا ويعبرجوا. وهناك نقتنيوا الحيوان تاعنا نديروا له ترقيم. لما يدخل للحدود يكون مرقم على باش يكون متابعة صحية مع البيطرة، وكذلك يسهل علينا عملية البيع وعملية يعني متابعة، حتى البيطري يسهل عليه. كاين بعض المقايضين يرقموا على مستوى البوست، يعني في البوان زيرو. بالنسبة للبقر لازم نديروا له لي بوكل، نديروا له ايدونتيفيكاسيون. كل راس تاع البقر تكون عنده نيميرو، باش هذه العملية تسهل لنا تتبع البقر حتى يتذبح. نتأكدوا باسكو هو البقر راه في إطار الاستيراد أنه لازم يتذبح على مستوى ولايات الجنوب باش يروح يتصدر للولايات تاع الشمال. زيد معنا واحد باش يشد.
يعني هنا نعاودوا نديروا دوزيام فيزيت باش نشوفوا هادو لي بوفا رانا شفناه منا وتاكدنا انه نفس العدد، تاكدنا باش ما عنده حتى مالادي كونتاجيوز، زعما لي مالادي اللي يراقبوهم، يراقبوا البيطري المسؤول عليهم. بعد ما تتم الاجراءات على الحدود نجيبوه لهنا لتم راس، نحطوه في المزارع هذو تاعنا كالمزرعه هذه، وهناك كذلك تبدا اجراءات اخرى اللي بينها المعاينه تاع البيطري، يتبع الحيوانات يعني الصحه، يتبع صحه الحيوان، وكذلك بعض الحيوان يجي تعبان، يعني بعضه يجي تعبان من الطريق وكذا، ويتبعوا حتى يعني تلحق المرحله تاع الذبح حوالي 20 يوم لشهر، من بعد نحولوا الحيوان للمذابح. بعد الذبح هناك رقابة أخرى، والطبيب البيطري يعطي شهادة صحية للمتعامل، يعني من أجل نقل يعني اللحوم من الولايات الجنوبية من تمراست إلى عدة ولايات. عندنا تقريبا 20 ولاية. احنا راه عندنا تقريبا مدة تاع 5 شهور من اللي بدينا ننقلوا اللحم هذا للشمال. احنا راه عندنا ريجيست خاص بمستوى اسواق بلديات الجزائر على القطر الوطني، نخدموا في الاسواق تاع الدجاج السكيك دا، ونخدموا في العاصمة. بالنسبه للمقايضه فيها بزاف، فيها الغنمي، فيها الجمل، فيها البقري، لكن احنا على سوقنا التسويق تاعنا مبني على الشمال، الاغلبيه 99% الا البقري. احنا تقريبا 60-70% اللحم تاعنا موجه للعاصمه، تبقى 30-40% موجه لبعض الولايات. الوقت اللي داروا هذا القرار، لان كانت الغرفه جاوا قبل هنايا وداروا لقاء فيما يخص المذابح واللحوم للجنوب، ثم بعد ذلك انطلق المشروع، ترفعت عليه العراقيل في جانفي 2022 هذا ترفعت عليه، واليوم الحمد لله المذبح راه يخدم بمرافقة المصالح الفلاحية والبياطرة. فيما يخص المذبح الحمد لله مذبح ما شاء الله، الله يبارك، والاسعار تاع اللحم والجودة هي قدامك ربي يبارك ما شاء الله، والسعر تاعو اللي يقدر يكسر الاسعار الفوق. مثلا احنا نبيعوه من 120 ل 125 الف، لو كان تروح تذبح تاعنا الفوق اللي نستوردوه عجل ونطلعوه في المذبح يدير 135 الف جملة، يعني راه فارق تاع 10,000 مدي طايل للجملة. منذ بداية العملية يعني في ماي 2021 تم نقل ما يقارب يعني 1300 طن يعني من هذه اللحوم اللي نقلناها من تمراست إلى الولايات الشمالية. يكتمل السلسلة هذه، لأن درك احنا عندنا اللحم هذا اللي جينا من افريقيا ولا من المربين المحليين ديما متكلين على الرعي الطبيعي. إلا بنجيب لي أنت بقري بكمية، وهذاك البقري ما عندناش كيفاش نسمنوه، ما عندناش كيفاش نسقموه، ما عندناش كيفاش وين نريحوه وين هذا، سماتكم ما عندناش الوفره. احنا درك مبدئيا راه عندنا الامكانيات كل باش نبداو نسمنوا، لكن لقينا شويه بعض يقول لك سما في القانون اللي راهم دايرينه يسمى اللحم هذا يتوجه ديريكت للذبح. احنا يسمى رانا حطينا الاشكال على الاداره في تمراست وقلنا لهم يودي هذا اللحم لازم له يتسقم، لازم له يتسمن باش تولي فيه الكميه والجوده. المشكل الوحيد اللي عندنا طريق، يعني الطريق بين تمراست وعين قزام مش معبد تماما، فيه بعض البلايص اللي نتلقاو شي صعوبات، لانه الطريق هذيك تتعب الحيوان. لما يكون الحفر في الطريق وكذا الحيوان يلحق تعب بزاف، في بعض الاحيان نخسروا حيوان.
طريق تمرست عين قزام الله الا شو نقول لك، كلها هردنا الماتريال ومكسرته ومدقدقته. احنا ماذا بينا دخلوا لنا، شفنا فواكه هنا كنا نجيبوا لا المانك ولا الاناس لا فيطره لا فار، احنا ماذا بينا لكن نشوفوه رانا نشوفوه في السوق، ماذا بينا نكونوا ندخلوه، عندنا فتره محدده ندخلوا فيه. القائمة المنتجات المسموح بها إلى حد الآن مش مجسدة 100%. كاين بعض المنتوجات غير مسموح مذكورة في القائمة ومذكورة في الجريدة الرسمية وكل شيء، لكن غير مسموح بدخولها كالفواكه، يعني المانغو والأناناس نواه كوكو، كل الفواكه الاستوائية هذه، كذلك المكسرات، كذلك التوابل مذكورة في القائمة، لكن ما إلى حد الآن ما تجسدتش، يعني مش تدخل. تم رفع هذا الانشغال الى السلطات المختصه في هذا المجال من اجل رفع اليد على هذه المنتوجات التي تشهد اقبال كبير من اجل استيراد هذه الماده الحيويه.